هل دي حاجه اولا انت اصلا عايزاها بجد، ولا بس دي حاجه it's nice to have. هلا يا جماعه، welcome back to my channel. انا اسمي ملكه و welcome to lovely Luca channel. بعمل فيديوهات لايف ستايل اند فلوجز، وساعات بفتح الكاميرا اتكلم معاكم كده عادي. if you like the content subscribe، ويلا نشوف احنا هنتكلم على ايه النهارده. فالنهارده هنتكلم عن انواع الاهداف، ولو انت حطيتي اهداف من اول السنه وما عملتيهاش، او حتى مش عارفه تخططي، او حاسه ان انت تايهه في بحر الاهداف وبحر كميه الانجازات اللي موجوده دلوقتي. انت عايزه تنجزي حاجه كتير قوي بس لسه مش عارفه توظفيها امتى وفين، وحاسه ان انت مش عايزه تعيشي حياه فاضيه، ومش عايزه تبقي عادي كده، وعايزه تبقي منجزه، عايزه تبقي شخص احسن، بس في نفس الوقت الطريق نفسه مش عارفه تعمليه ازاي، مش عارفه تحطي هدف صح، مش عارفه كل ما بتحطي هدف بتتوهي كده وسط الحاجات اللي في الحياه. اللي كلنا عارفينه بقى ان احنا بنحط هدف، زي مثلا اللي هو انا عايزه اجيب ايفون مثلا 17 السنه دي، فده هدف صح، كلنا عارفين ان هو ماشي خلاص ده هدف. بس هل تعلموا ان الاهداف انواع؟ طب انا جبت معلوماتي دي منين؟ انا مش هكذب عليكم يا جماعه، انا جبت معلوماتي دي من مصادر مختلفه، واهم مصدر منهم كان شات جي بي تي بصراحه. فانتوا لو انتوا اصلا سالتوا شات جي بي تي على انواع الاهداف هيقولها لكم عادي جدا، وهيفهمها لكم كمان. ولكن انا في الفيديو ده بس يعني بوصل لكم المعلومه بطريقه لذيذه كده، وفي نفس الوقت برضو انا حرفيا بكلم نفسي زمان، اللي هو انا دايما بحب الكتابه، كنت دايما بحب الكتابه، بس ما كنتش بعرف قوي اللي هو اخطط. كنت في العموم حتى كل حاجه عايزه اعمل كل حاجه، عايزه اسافر، عايزه يبقى معايا فلوس كتير، عايزه يبقى عندي صحاب، عايزه اللي هي الحاجات اللي هي طبيعيه البني ادم يبقى عايزها، بس عايزاها كل مره واحده. فلما طبعا يعني دي حاجه مش واقعيه بالمره، ان انتوا اولا تشتغلوا على كل حاجه مره واحده، دي حاجه مش واقعيه. ولما الحاجات دي ما كانتش بتتحقق معايا كنت بحس اللي هو طب انا بعمل ايه، انا ايه غلط بعمله. فبصراحه الطريقه والوسيله اللي هي موضوع ان انتوا تعرفوا انواع الاهداف ده هتسهل عليكم كتير قوي، وهتوصلكم للهدف اللي انتوا عايزينه. طيب اول نوع هدف معانا وهو الاوتكم جول، ده اللي بتسالي نفسك فيه انا عايزه ايه. انا يعني مثلا عايزه ايه السنه دي؟ لو هنتكلم عن الاهداف السنويه، فانا هسال نفسي اول حاجه انا عايزه ايه. عايزه السنه دي اسافر مثلا، عايزه السنه دي انجح في الجامعه بجي بي اي معين، عايزه السنه دي عايزه اقرب لربنا اكتر. كل دي outcome goals، حاجات ليها نتيجه في الاخر. اوكي، ودي مهم فيها قوي ان انت تركزي ان انت ما تبقيش عايز تعملي اهداف وخلاص، اللي هو انا عايزه اعمل اهداف زي كل الناس، يعني عايزه اقرا كتب عشان it's nice to have ان انت يبقى بتقري الكتب. لكن هل دي حاجه هتفرق معاك انت فعلا؟ هل دي حاجه اولا انت اصلا عايزاها بجد، ولا بس دي حاجه it's nice to have ان انت تبقي بتقري كتب وكده، وحاجه جميله وهتفرق معاكي يعني هتتعلمي منها وكده، بس مش شرط ان دي تكون حاجه انت بجد عايزه تعمليها او مخصصه ليكي انت. فركزي في الحته دي، عشان احنا كلنا بنبقى بنشوف الاهداف اللي حوالينا، اهداف الناس اللي حوالينا، ونبقى اللي هو inspired طبعا، ان احنا بنبقى متاثرين بيهم شويه، بس مش شرط نعمل الحاجه اللي هم بيعملوها بالظبط، او اللي هو الحاجات اللي هي بتتقاس بيها معايير النجاح. فاختاروا الجولز بتاعتكم كويس، ان حاجه تكون مناسبه ليكم وواقعيه ليكم على حسب المده اللي انتوا عايزين فيها طبعا. تاني نوع جول معانا وهو البروسيس جول، ده اللي انت بتسالي فيه نفسك انا هعمل ده ازاي. انا مثلا خلاص كتبت، اهم حاجه في الموضوع ده ان انتوا تكتبوا يا جماعه، ان انتوا لو مش معاكم ورقه وقلم وبتكتبوا الجولز بتاعتكم، هي ازاي انتوا هتظبطوها وهي في مخكم بس؟ ازاي حتى على التليفون؟ لا، اكتبوها on paper لازم. طيب البروسيس جولز هي اللي هيوصلك للاوتكم جولز. انت في الحته دي هتسالي نفسك انا عايزه اوصل للموضوع ده ازاي. مثلا انا عايزه ابقى يوتيوبر معروفه اكتر، ماشي، ف ايه البروسيس جولز بتاعتي؟ ان انا انزل فيديوهين في الاسبوع، او انزل فيديو في الاسبوع، ده هيبقى البروسيس جول بتاعي.
عايزه اقرا كتب اكتر، فانا البروسيس جول بتاعي هيبقى ان انا اقرا كتاب في الشهر مثلا. عايزه اقرب لربنا اكتر، فالبروسيس جول بتاعتي هتبقى مثلا ان انا ازود في النوافل، او ان انا اقرا ورد يومي، يبقى عندي ورد يومي. فكل اي اوتكم جولز هيبقى ليها بروسيس جولز، الخطوات اللي هتوصلكم للهدف ده. تالت نوع هدف معانا وهو البرفورمانس جول. ايه البرفورمانس جول؟ هو هنا هنسأل نفسنا اللي هو انا ازاي هعمل الهدف ده كويس، مش بس ان انا اعمله، لا انا ازاي هعمله كويس. لو انا في هدف معين فارق معايا، مش انا مش هيبقى هدفي بس ان انا اعمله بس، لا ان انا اعمله بطريقه حلوه، ان انا هقيس البرفورمانس بتاعي فيه. مثلا انا كحد بيعمل فيديوهات، انا احب ان انا اعمل فيديوهات وان في الاول هيبقى الهدف بتاعي ان انا بس اعمل فيديوهات عشان ابيلد كونسيستنسي وابيلد الهابت، ابدا ابني العاده بتاعت ان انا اعمل فيديوهات. فمش هيبقى فارق معايا قوي البرفورمانس في الاول، يعني مش هيبقى فارق معايا انا ازاي بعمل الفيديوهات، هل هي هتبقى حلوه بجد ولا لا، مش هيبقى فارق معايا، لان انا هدفي ان انا ابني العاده. لكن لو انا خلاص خلصت المرحله دي، فانا هيبقى فارق معايا بقى البرفورمانس جولز، هل انا عملت فيديو فعلا حلو ولا عملته كده وخلاص. لان خلاص انا بنيت العاده بتاعت الفيديوهات، ان انا اعمل فيديوهات، فانا خلاص تخطيت المرحله دي، انا بقى هبدا اشوف البرفورمانس بتاعي، اقيس البرفورمانس بتاعي انا هعملها ازاي كويس. رابع نوع من الجولز هو المانيفستيشن جول. والمانيفستيشن جول هو عامه، المانيفستيشن موضوع كبير هبقى اكلمكم عنه، بس المانيفستيشن جول هو العقليه بتاعتي، المايند سيت بتاعتي وانا بعمل الهدف ده. فانا مثلا لو انا هدفي ان انا مثلا اعمل فورمه في الجيم، اظبط جسمي في الجيم، فبالتالي قلنا البروسيس جولز هتبقى ان انا هنزل الجيم مثلا 3 مرات في الاسبوع. والبرفورمانس جول هيبقى ان انا اظبط التمرينه كويس، ان انا اعمل التمرين بتاعي كويس وكده، يعني اظبط الاداء. تمام. المانيفستيشن جول بقى في ده هو انا هسأل نفسي انا شايفه نفسي ايه. هل انا شايفه نفسي ان انا شخص رياضي، ولا انا شايفه نفسي ان انا شخص كسول وبينزل الجيم بالعافيه وكده وما بقدرش وببقى ميته بعد الجيم مش عارفه ايه. لا، المانيفستيشن جول ليه علاقه بالعقليه بتاعتك وانتي بتعملي الهدف ده. فانا لو انا هدفي في الرياضه وكده، لازم اغير عقليتي في ان انا هل انا شايفه نفسي شخص رياضي. ولو انا مش شايفه نفسي شخص رياضي، ببدا بقى اركز ان لا، انا عايزه يبقى هويتي شخص رياضي، لان ده بيصب في الهدف بتاعي. وده يجيبنا للفيفث جول واللي هو الايدنتيتي جول. ايه بقى الايدنتيتي جول ده؟ هنا بنسال نفسنا انا عايزه ابقى مين اصلا. يعني تمام، انا قلت لنفسي اظبط العقليه بتاعتي عشان انا اظبط نفسي، انا اشوف نفسي رياضيه اصلا، وشخص اوريدي بينزل الجيم، وشخص اوريدي بياكل هيلثي. فبالتالي مش هتعب قوي وانا بعمل الجول، وهيبقى سهل جدا لان خلاص انا ظبطت عقليتي ان انا غير كده. فالايدنتيتي جول شبه المانيفستيشن جول شويه، ان انا اشوف انا عايزه ابقى مين، انا عايزه تبقى الحاجات، الصفات اللي فيا، الهويه بتاعتي. انا عايزه ابقى شخص رياضي، عايزه ابقى شخص ملتزم بديني، عايزه ابقى شخص بياكل هيلثي، يعني بيعوق كل فين وفين بس بياكل هيلثي، الاساس بتاعه البيز بتاعه هيلثي، يعني بيهتم بصحته كده، شخص بيهتم بصحته. عايزه ابقى يوتيوبر، فانا دي حاجه في الايدنتيتي بتاعتي، حاجه تبقى ليها علاقه بالهويه بتاعتي. بس فكل الجولز اللي انا انواع الجولز اللي انا اتكلمت عليها دي، لازم لو انتم مركزين في بارت واحد في حياتكم، فانتوا هتاخدوا كل جول من اول الاوتكم، النتيجه، وتاخدوها تمشوها على كل الانواع الجولز دي عشان تشوفوها بكل الاشكال وتبداوا فعلا تنفذوها وتوصلوا لها. اخر حاجه التول بقى اللي بتساعد جدا 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 هي حاجه اسمها السمارت جولز. السمارت جولز ده هي ممكن احطها لكم على السكرين. طب ايه هي السمارت جول؟ هي تول بس بتقيسوا بيها الجول بتاعكم، ان هو يكون specific و measurable و achievable و relevant و time bound. طيب يعني ايه دول؟ specific يعني محدد، measurable يعني
يقدر يتقاس، تقدروا تقيسوه. achievable يعني تقدروا تحققوه، واقعي يعني. و relevant يعني ليه علاقة بيكو، اوكي، مش بس حاجة كده في العموم. time bound يعني يكون محدد بوقت معين، ان انتوا مثلا هتحددوا ان هعمل الهدف، هحقق الهدف ده مثلا خلال ال3 شهور دول. والاحسن ان انتوا تقللوا الوقت، يعني ما تقولوش السنه دي، عشان السنه دي يعني طويله قوي، والبني ادم لما بيحط هدف لمده طويله في الاغلب مش هيعمله، وفي الاغلب هيسيبه للاخر. فانتوا لما تحطوا، كل ما تقللوا الوقت عامه على حسب الهدف برضو، كل ما بيبقى افضل. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وتكونوا كتبتوا اهدافكم، وتكونوا كتبتوا نوتس بالحاجات اللي انا قلتها دي، عشان تبداوا تظبطوا الاهداف بتاعتكم، وان شاء الله تحققوا كل اهدافكم، وكده يبقى عندكم لايف ستايل زي الفل، ويبقى كوميونتي كده تحفه. فاشوفكم في الفيديو الجاي، و if you like the video please like و comment, و thank you for watching. Bye.